منتصف الليل. يا مساء الفل أو صباح الفل حسب الوقت اللي أنت بتسمعنا فيه. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بعد منتصف الليل. الليلة وإحنا قاعدين في الهدوء ده عايزين نتكلم في حاجة بتوجع القلب، بس شغلة بالنا كلنا. ليه وإحنا صغيرين كان اليوم طويل، كانت السنة الدراسية كأنها ظهر، والأجازة الصيفية كأنها حياة كاملة. ودلوقتي بنغمض ونفتح نلاقي الشهر خلص ونقول يا ساتر، هو إحنا لحقنا نعيش السنة دي؟ السنين بقت بتفوت زي القطار السريع، والأسابيع بقت أيام، والأيام بقى مجرد سحبة نفس وبنلاقينا في السرير تاني. تعالوا نفصص الحكاية دي ونعرف السر، ليه الزمن بقى حرامي وبيسرقنا بالشكل ده. أولا، النسبة والتناسب. النظرية الرياضية، تخيل معايا طفل عنده 5 سنين، لما بيعدي عليه سنة واحدة السنة دي بتمثل خمس حياته كلها، يعني 20%. ده رقم مرعب بالنسبة لواحد لسه بيستكشف الدنيا، يعني السنة دي مخزون ضخم من التجارب. لكن لما حضرتك توصل لسن 50، السنة اللي بتعدي عليك دي بتمثل 1/50 من عمرك، يعني 2%. عشان كده عقلك بيشوفها مجرد إضافة بسيطة لمخزون كبير قوي، فبتحس إن قيمتها الزمنية صغرت وتلاشت وسط زحمة السنين. كل ما رصيدك في العمر يزيد، العملة الزمنية اللي هي السنة قيمتها بتقل في نظرك. تاني حاجة، فقر الذكريات الجديدة أو معدل الأحداث. فاكر وإحنا صغيرين كل حاجة كانت لأول مرة، أول يوم مدرسة، وشنطتك اللي ريحتها جديدة، أول مرة تروح النادي، أول مرة تحب وتتكسف، أول مرتب تمسكه في إيدك. الأحداث دي بتبقى علامات واضحة وصريحة في الذاكرة. لما تيجي تبص ورا بتلاقي مطبات كتير وذكريات تفصيلية، فبتحس إن المسافة كانت طويلة قوي. لكن دلوقتي بقينا عايشين نسخة مكررة من الأيام. بتصحى تلبس تروح الشغل، ترجع تاكل تنام. السبت زي الأربع، شهر 7 زي شهر 12، مفيش أحداث فرق. ولما الذاكرة ما بتلاقيش حاجة مميزة تخزنها، بتبدأ تدمج الأيام دي كلها في كتلة واحدة ممسوحة. فتيجي تبص على 5 سنين اللي فاتوا تحس إنهم كانوا أسبوع واحد، لأنهم كانوا شبه بعض. الروتين هو القاتل الصامت للوقت. مخك بقى خبير معالجة المعلومات. المخ البشري كائن بيحب التوفير. لما بتواجه حاجة جديدة مخك بيبقى منور بكل طاقته عشان يسجل كل فتفوتة معلومة، وده بيخلي الوقت يبان طويل، زي ما تكون في حادثة مثلا والثواني بتبان ساعات. لما كبرت بقيت خبير في الدنيا، وبقيت تسوق العربية وانت بتفكر في الغداء، بتعمل شغلك وانت سرحان. مخك بقي شغال بالطيار الآلي، المعلومات اللي دخلاله مألوفة، فما بيبذلش مجهود في تسجيلها. ولما المخ ما يسجلش الوقت بيعدي هوا. الطفل بيشوف النملة وهي ماشية معجزة، انت بتشوف القطر معدي ومش مهتم. كابوس المسؤوليات. واحنا أطفال كان أقصى طموحنا نلعب استغماية أو نستنى كرتون العصر، كنا عايشين اللحظة. فعلا دلوقتي احنا طول الوقت سابقين الزمن بخطوة. وانت في الشغل بتفكر في أقساط المدرسة، وانت مع أولادك بتفكر في إيميلات بكرة، وانت نايم بتفكر في مشاوير الأسبوع الجاي. احنا عايشين في المستقبل أو بنندم على الماضي لما نادرا ما بتعيش الآن. اللحظات بتطير منك من غير ما تلمسها. الانشغال الزايد بيخلينا ننسى نبص في الساعة، ولما نبص بنلاقي العمر فات. الساعة البيولوجية. في نظرية طبية بتقول إنه ضربات قلب الطفل أسرع، وعمليات الهدم والبناء عنده قوية جدا، وده بيخلي ساعته الداخلية سريعة، فبيشوف العالم الخارجي بطيء. مع السن كل حاجة في جسمنا بتهدى وبتبطأ، فبنحس إنه العالم اللي برا هو اللي بيجي سريع. بالنسبة لينا إحنا اللي هدينا، والزمن فضل زي ما هو، فبان الفرق بيننا وبينه.
أبو العمل، إزاي تسرق من العمر لحظة حلوة؟ الكلام اللي فات عن ليه الزمن بيجري كان مهم، بس الأهم منه هو إحنا هنعمل إيه. العمر غالي قوي، وإحساسنا بكل لحظة فيه هو اللي بيدي لحياتنا طعم ولون. لو سيبنا نفسنا للأيام هتسحبنا في دوامة الروتين، وهنصحى نلاقي شعرنا شاب من غير ما ننبسط. عشان كده الليلة دي قررنا نكتب روشتة لتبطيء الزمن وتعيش بجد. اكسر الروتين بالعافية. الروتين ده عامل زي البنج اللي بيخدر أعصابك وبيخليك تمشي زي الآلة. لو متعود تمشي في طريق، غيره النهاردة. لو متعود تشرب قهوتك في البيت، انزل اشربها على الرصيف وتفرج على الناس. جرب أكلة جديدة. لما تعمل حاجة لأول مرة مخك بيفوق والوقت بيتمط معاك، وبتحس إنه اليوم كان فيه بركة. اشغل نفسك باللي بتحبه، بلاش تعيش دور المتفرج. العمر أقصر من إننا نضيعه في الفرجة على حياة غيرنا على الموبايل. بتحب الكورة، انزل احجز ساعة مع أصحابك واعرق والعب وطلع الطفل اللي جواك. بتحب القراءة، غوص في كتاب ياخدك لعالم تاني. وممارسة الهواية مش رفاهية، دي عملية إنقاذ لروحك من الملل، وبتحسسك إنك لسه صاحي وبقوتك. عيش مع أولادك مش جنبهم. مفيش حاجة بتبطئ الزمن زي ضحك الطفل. سيب الموبايل من إيدك وانزل على الأرض معاهم. ارسم شجر وبيوت وعصافير، حتى لو خطك وحش العب معاهم بالمكعبات. وابني قصور وهمية استغماية. لما تدخل عالم الأطفال زمنك بيلتحم بزمنهم، وبتحس إن الساعة اللي بتقضيها معاهم بسنة من السعادة الصافية. اللحظات دي هي اللي بتعيش وهي اللي بتبني ذاكرة حقيقية. اوعى تسمح للحزن يدخل حياتك. الحزن ده ضيف رخم، لو فتحت له الباب هيقعد يتربع وياكل من عمرك. مفيش حد حياته كاملة، بس الشاطر هو اللي بيعرف يطرد الغم أول بأول. لو في حاجة مضايقاك اتكلم، فضفض، اتمشى أو حتى صلي واشكر ربنا. بس بلاش تستسلم. اشغل نفسك بالعمل، بالحركة، بالناس اللي بتحبهم. الحركة بركة، مش بس في الرزق، دي في الراحة النفسية كمان. استمتع بكل لحظة. وانت بتاكل لقمة حلوة استطعمها، وانت بتشم شوية هوا في البلكونة الصبح املي صدرك بيهم. وانت بتبص في وش حد بتحبه ركز في كل تفاصيله وابتسامته. احنا بنجري ورا السعادة الكبيرة ونسين ان السعادة الحقيقية متوزعة في الحياة الصغيرة اللي بنعدي عليها كل يوم ومش بنشوفها. افصل عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي ثقب أسود للزمن. بتدخل 5 دقايق بتطلع بعد ساعتين وانت مش فاكر شفت ايه اصلا. الساعتين دول من عمرك استثمرهم في حاجة بحقيقية بتلمسها بإيدك. العمر مش مجرد رقم، العمر إحساس. في ناس عندها 20 سنة وقلبهم عجوز ومطفي، وفي ناس عندها 70 سنة وروحهم زي العيال الصغيرة. الفرق فين؟ الفرق في الدهشة. خليك دايما مندهش، خليك دايما بتدور على الحاجة اللي تفرحك، خليك دايما عطشان للحياة. نصيحة أخيرة، الليلة دي قوم دلوقتي أو بكرة الصبح أول ما تصحى اعمل حاجة مجنونة شوية، حاجة كنت بتعملها وانت صغير وبطلتها عشان برستيجك. العمر غالي يا صاحبي، واللحظة اللي بتعدي مش بترجع. املي حياتك حياة مش بس سنين. وفي الآخر تصبحوا على فرحة تملأ قلوبكم، ويوم جديد تحسوا فيه إن الشمس طالعة مخصوص علشانكم. أتمنى لكم أحلام سعيدة وتصبحوا على خير. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.